بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. بناتي واخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده سمعت بنوتة جميلة بتقول لي ايه؟ بتقول لي والدة صاحبتها كانت دايما تقول الكلام دوت. بقول لها والدة صاحبتك كانت بتقول ايه؟ بتقول لي كانت والدة صاحبتها كل يوم الصبح تقول لصاحبتها ايه؟ قولي 7 مليون أخضر، 7 مليون أخضر، وربنا هيرزقني بزوج صالح ويكون جميل وبيت جميل. قلت لها كل يوم كانت بتقول كده؟ قالت لي اه كل يوم كانت بتقول كده. قلت لها ربنا يديها الخير، ده من باب استبشروا بالخير تجدوا. قلت لها بشرى حلوه ان شاء الله، ربنا يديك ويديها الخير ان شاء الله ويدينا الخير جميعا. فقعدت اضحك. الموقف ده فكرني كلام زمان والدتي عليها رحمه الله كانت بتقوله لي. كان عندها واحده قريبتها، ست بقى من الستات القدام الجميله ديت، بتقول لي يا بنتي كانت الست دي ليها عاده. ايه هي العاده دي؟ الست دي كانت بتصحى في اذان الفجر، اول ما تصحى تفتح الابواب بتاعه البيت. زمان البيوت كان بيبقى ليها اكتر من باب، زمان البيوت كان بيبقى ليها اكتر من باب. فكانت الست دي تصحى في اذان الفجر وتفتح الابواب كلها بتاعه البيت، وكل باب تفتحه تقول ايه؟ يا مرحب بالخير، يا مرحب بالسعد، يا مرحب بصلاح الحال. قالت لي الست دي عاشت في رغد وعاشت في خير وعاشت في صلاح حال لغاية ما ربنا توفاها. كانت دايما كل يوم بتجدد الثقة وبتجدد النية إن ربنا يرزقها بالخير والسعد وصلاح الحال. أنا جات عليا فترة من الفترات سبحان الله افتكرت كلام والدتي دوت، افتكرت كلام والدتي ده وطبقته. كنت كل يوم بصحى الفجر وافتح باب بيتي، وكنت بفتح حتى البلكونه. طبعا احنا عندنا هنا في القاهره شقق، فكنت بفتح باب الشقه في اذان الفجر واقول نفس الكلام بصوت انا بس اللي اسمعه. وكنت بفتح باب البلكونه كنت بقول بردك نفس الكلام، يا مرحب بالخير، يا مرحب بالسعد، يا مرحب بصلاح الحال. عايزه اقول لكم في الفتره دي اقسم بالله كانت من اجمل الفترات في حياتي، كان فيها خير وبركه ورزق وصلاح حال. ف استبشروا بالخير تجدوه. دايما وابدا نبدا يومنا باجمل كلام، دايما وابدا نبدا يومنا في صلاه الفجر، نصلي الفجر ونقول لنفسنا اجمل كلام ونستبشر بالخير اللي هيجي لنا بفضل الله وكرمه.